متخيل بقى ان انا كنت بحل اصعب كتاب فيزياء في ثانويه عامه اللي هو كتاب الوسام بتاع دكتور احمد بركه. طيب صلوا على النبي يا شباب، دلوقتي هكلمكم عن افضل كتب الحل للثانويه الازهريه. ان شاء الله هكلمكم عن تجربتي في الثانويه الازهريه وحليت ايه واعتمدت على كتب ايه. الحمد لله فرقت معايا كتير جدا وكانت درجتي كويسه جدا في المواد ديت. وهقول لكم تجربه الطلبه اللي معايا من السنه اللي فاتت دفعه 2026. دول الطلبه دي جابت 97% و96%، فان شاء الله هم في طب بشري وانا سالتهم وكلامهم ان شاء الله ما اختلفش كتير عن اللي انا هقوله لك باذن الله او عن تجربتي قبلهم ان شاء الله. اولا كده يا شباب هنقسم المواد سريعا كده عشان برضو ما اضيعش وقتك. اولا كانت عندك فيزياء وعندك كيمياء وعندك احياء. يا شباب اول ماده معانا هي الفيزياء، والفيزياء يا شباب قبل كتاب الحل انت محتاج مدرس بجد يبسط لك المعلومه لدرجه رهيبه. لو انت حظك وحش ولبست مع مدرس مش بيبسط لك الفيزياء لدرجه كبيره بجد هتعاني معاك طول السنه. فانا الحمد لله ربنا رزقني بمدرس كنت بتابعه على اليوتيوب، كان محتوى كله مجاني وما زال مجاني ان شاء الله. في مهندس كده اسمه مهندس في الفيزياء، في قناه كده مش معروفه الصراحه بس دي انا اعتمدت عليها، وكنت ما بروحش درس والحمد لله درجتي كانت 55 من 60 في الفيزياء. وكنت بحل بجانب القناه دي بقى كنت بحل كتاب الامتحان وكنت بحل كتاب الوسام وكنت بحل كتاب نيوتن. انت متخيل بقى ان انا كنت بحل اصعب كتاب فيزياء في ثانويه عامه اللي هو كتاب الوسام بتاع دكتور احمد بركه. بس هل انا حليتهم بشكل كامل؟ لا، ما حليتهمش بشكل كامل. ولو حد قال لك ان انا حليت 3 كتب بشكل كامل ده بجد بيحور عليك وما تسمعلوش. فاقصى حاجه ان انت تحل كتاب او كتابين، يعني بجد هو ده اللي انت تلتزم بيه. وانا بصراحه كنت كده برضو، بس انا حليت ال3 كتب للامانه بس ما خلصتهمش. يعني حليت كتاب الامتحان اساسي بصراحه بشكل كامل، وكتاب الوسام حليت تقريبا نصه، وكتاب النيوتن بصراحه ما كنتش بحب افتحه قوي، يعني كان هو اسئلته بالنسبه لي ايه شبه كتاب الامتحان فما كنتش بروح له. كنت بحل الوسام عشان الوسام اعلى، كنت بحس ان هو بيعلي افكاري اكتر. الاسئله اللي فيه مش هتيجي في الامتحان فعلا ولكن بتفهمك الماده كويس جدا جدا جدا. تجربتي كانت كتاب الامتحان وكتاب الوسام، تقدر تجيبهم وتقدر تجيب كتاب الوسام حتى لو مدرسك مش هيحله معاك، وتقدر تشوف حله على اليوتيوب، اكيد حله موجود على اليوتيوب ان شاء الله. وكتاب الامتحان ده اساسي يا شباب، ولازم يا شباب تحلوا اسئله مقاليه بايديكم. الله يبارك لك من اول السنه تحل اسئله ثانويه ازهريه سنوات سابقه على طول. من اول يوم انا كنت بعمل كده، كنت مثلا اذاكر الدرس اروح اشوف جه عليه كام سؤال في اسئله السنوات السابقه، واروح بقى افتح اي كتاب قديم، اشوف بقى معايا اي كتاب قديم او ابحث عن النت في اي حاجه اجيبهم واحل الاسئله دي عشان ادرب نفسي على الاسئله المقاليه واعرف الدرس ده جه عليه كام سؤال. وفي نفس الوقت انا كده كده بحل كتاب الامتحان وكده كده افكاره يعني ان شاء الله الامتحان بتاعك مش هيعديها. وده برضو اللي قاله لي الطلبه اللي هم جابوا 97% و96% ان شاء الله. فدي اول ماده معانا هتعتمد على كتاب الامتحان وهتحل اسئله سنوات سابقه ثانويه ازهريه من اول يوم لازم تحلها. ولو انت عايز تعلي الافكار قوي هتجيب كتاب الوسام بس كده. طيب تاني ماده معانا يا شباب اللي هي الكيمياء. الكيمياء يا شباب انت هتعتمد فيها على مصدرين اساسيين، ولو عايز تزود وهقول لك تزود ايه. اولا كده يا شباب هتعتمد على كتاب الطيب، كتاب الطيب ثم كتاب الطيب ثم كتاب الطيب عشان تتعود على الاسئله المقاليه من اول السنه. الله يبارك لك. الاسئله بتاعته هتيجي في نهايه السنه هتكتشف ان انت مش حافظ، وهتكتشف ان انت بدات طول السنه عمال تحل اسئله اختياري واهتميت باسئله الثانويه عامه، وجيت نهايه السنه هتكتشف في المراجعات ان انت مش حافظ المعادلات ومش قادر تسترجع المعلومه ومش عارف تحل اسئله العلل. فما تغلطش غلطتك من البدايه، ابدا بدايه صح وحل اسئله كتاب الطيب من البدايه معاها اسئله ثانويه عامه سنوات سابقه. لان انت امتحانك والله العظيم يا شباب لو دخلت على القناه هتكتشف ان واحنا بنراجع الامتحان بتاع 2026 كده في 5 اسئله او 3 اسئله كده بيجوا بالنص مثلا في قلب الامتحان من اسئله ثانويه عامه سنوات سابقه. وما تستسهلش الدرجات البسيطه دي، يعني مثلا 5 درجات ولا 3 درجات تقول ده درجات قليله، لا، الدرجه ممكن تضيع عليك هندسه، درجه ممكن تضيع عليك طب بجد، ممكن تنقلك من القاهره لاسيوط لما تيجي تشوف التنسيق. فما تستسهلش او ما تستهونش باي درجه بالله عليك في قلب الماده. اسئله ثانويه عامه سنوات سابقه لو انت عايز تجيبها ممكن تسرش عليها على النت، تعرف امتحان مثلا دور اول 2021 دور ثاني 2022 ابحث عليهم على النت وهتلاقيهم. بس انت هتلاقي الامتحان كامل، ممكن بس يكون مش مرتب معاك. فانت لو عايزهم مرتبين فان شاء الله احنا بنعملهم على المنصه مرتبين لكل باب تحديدا مخصوص بس للثانويه الازهريه، عشان ده يبقى بختصر عليك وقت من الاخر بدل ما تجيب كتب وتفضل تدور فيها. بيبقى الPDF او الفايل اللي احنا بنبعته لك مرتب لكل باب يا شباب. كل باب بيبقى ليه فايل كده اسئله ثانويه عامه سنوات سابقه على الباب ده، يعني اشوف الباب ده جه عليه كام سؤال، الدرس الاول نفسه جه عليه كام سؤال، بحيث ان انا ما اتشتتش على المنهج كله. يعني بعد كل باب يا شباب بنحل من بدايه السنه اسئله الثانويه العامه سنوات سابقه على الباب ده، يعني فاهمني.
ونفس القصه مع الباب الثاني والباب الثالث وهكذا لحد نهايه السنه. فبتكتشف ان انت على ما وصلت نهايه السنه ان انت بتبقى خلاص حليت كل اسئله ثانويه عامه سنوات سابقه، ما بتنتظرش للمراجعات النهائيه. عشان انت مثلا ممكن تسال نفسك تقول انا ازاي هفتح امتحان وانا لسه ما خلصتش المنهج. فاحنا بقى بنحل المشكله دي على المنصه بان احنا بنرتب لك افكار الاسئله بترتيب الدروس يعني كده يعني. فده احنا بنوفره لكم يا شباب. انت شايف دلوقتي الماده صعبه وعايز تطور نفسك فيها وعايز تحل اسئله مستواها اعلى، فدلوقتي ما فيش قدامك غير كتاب مندليف، وهو افضل كتاب تقدر تحله بعد كتاب الطيب واسئله ثانويه عامه سنوات سابقه، فتقدر تجيب كتاب مندليف. بس انا قلت لك تكتفي بمين؟ تكتفي بكتاب الطيب واسئله ثانويه عامه سنوات سابقه، دي ممكن تقدر تسرش عليها على النت عادي. وكتاب مندليف لو عايز تجيبه كده كده برضو احنا بنحله على المنصه برضو، فبرضو ما يضرش ان احنا بنحله عشان برضو لا قدر الله لو حصل اي غلط في الامتحان. فدلوقتي انت معاك كتاب الطيب هتشتريه، واسئله ثانويه عامه سنوات سابقه دي مش هتشتريها خالص، هتجيبها من على النت. وعندك كتاب مندليف هتجيبه برضو لو انت عايز تعلي مستواك في الماده. وكده كده احنا بنحل الكتاب دوت على المنصه يا شباب، لان احنا محتوى العام بيظهر لكم برضو، احنا بنشرح للثانويه العامه والثانويه الازهريه، المحتوى العام بيظهر لكم برضو. تمام. طيب ثالث ماده معانا يا شباب اللي هي الاحياء. بصراحه الاحياء قبل الحل بتاعها محتاجه حفظ كويس جدا وفهم عميق جدا وتربيط رهيب بجد. يعني الماده دي ما كنتش بحبها خالص في الثانويه لانها كانت كلها حفظ، وكنت انا بعاني من كتر ما انا بحفظ في الاحياء. ولكن انا كنت معتمد اعتماد اساسي على برضو على كتاب الامتحان، وفي المراجعات النهائيه جبت كتاب المرشد حليت فيه. بس الصراحه لما جيت احل المرشد نهايه السنه لقيت نفسي مش عارف احط قلم في قلب الكتاب، يعني حاسس ان انا مش فاكر الاسئله العلل او مش فاكر المعلومه كويس جدا لان انا مش متعود اكتب بايدي. فالله يبارك لك، هات كتاب الامتحان في بدايه السنه وهات كتاب المرشد او اي كتاب ازهري برضه بحيث ان انت تحل الاسئله المقاليه من بدايه السنه. طيب نيجي بقى لزمايلكم بتوع 2026 يا شباب. اولا كده قالوا لي ان هم كانوا في الكيمياء بيحلوا طول السنه معانا كتاب مندليف بس ما كانوش بيحلوا كتاب الطيب، ولكن جم في المراجعات النهائيه حلوا كتاب الطيب، واكتشفوا ان هم لما دخلوا الامتحان لقوا الاسئله جايه بالنص تقريبا برضه من كتاب الطيب. فوفر على نفسك وقت وحله من بدايه السنه. تاني حاجه قالوا لي على الفيزياء كتاب الامتحان ثم كتاب الامتحان ثم كتاب الامتحان، وكانوا بيحلوا الاسئله المقاليه اللي موجوده في كتاب الامتحان. والفيزياء محتاجه فهم شديد جدا 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 وتركيز اكتر من الحفظ. تاني حاجه الاحياء قالوا برضو كتاب الامتحان، وقالوا ما ننصحش بكتاب الذهبي. في كتاب اسمه كتاب الذهبي انا ما اعرفوش الصراحه، بس هم قالوا كتاب الذهبي ده ما ننصحش بيه تماما ومش كويس للازهر، وقالوا ان الكتاب دوت مش هيقدم لك اي فايده تماما. نيجي بقى يا شباب للشرعي والعربي. انا بصراحه كنت بستخدم في الشرعي والعربي المرشد كلهم كده، كنت بستخدم فيهم من المرشد، واللي ما كنتش بقدر اشتري كتاب المرشد فيه كنت بذاكر من كتاب المعهد. وتحديدا في الشرعي كنت بذاكر الشرعي من كتاب المعهد، يعني تقريبا الشرعي كله كان من كتاب المعهد ما عدا الفقه بس هو اللي كنت جايب فيه كتاب المرشد. ولكن يا شباب شرعي جدا، وزمايلكم برضو استخدموا في الشرعي والعربي المرشد عادي جدا، والحمد لله ربنا كرمهم وجابوا 96% عادي. ويا شباب ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي قبل دوت بيكلمك برضو عن افضل كتب الشرح للثانويه الازهريه، اهميته نفس اهميه الفيديو دوت برضو. ولو انتم محتاجين تشتركوا معانا في المنصه تكملوا معانا طول السنه ان شاء الله، ابعت لنا على اللينك اللي في اول تعليق ويعرفك كل التفاصيل وازاي تعمل اكونت على المنصه، وخد لك لفه برضو كده في القناه وشوف الشرح. وربنا معكم يا رب، ومع الف سلامه.